في آخر الفيديو اللي فات عرفنا إن مصر كانت على وشك إن هي تضيع، وفي وسط كل الفوضى ظهر شاب كان بعيد عن الأضواء، لا كان وزير ولا حتى قائد جيش، وما كانش حد يتخيل إن شاب زي ده هيغير تاريخ المنطقة كلها. وطبعا انت عرفت مين الشاب ده؟ صلاح الدين الأيوبي. سنة 1137 وبالتحديد في مدينة كريت بالعراق اتولد صلاح الدين الأيوبي، واتربى في بيت كله قادة وجنود. لكن الغريب وهو صغير ما كانش معروف بالشجاعة في الحروب، بالعكس كان بيحب العلم والقراءة والفقه. ولو كان حد وقتها قال ان الشاب الهادي ده هيبقى اشهر قائد في زمانه اكيد ما كانش حد هيصدق. لما نور الدين محمود قرر يبعت الجيش لمصر كان القائد أسد الدين شريكوه، وده اللي عرفناه الحلقة اللي فاتت. وأسد الدين شريكوه أخد معاه ابن أخوه اللي هو صلاح الدين الأيوبي. وعلى فكرة هو ما أخدوش علشان يبقى قائد للجيش، هو أخده علشان بس يساعده وقتها، ولا كان بيفكر في حكم وسلطة ولا حتى شهرة. وكل اللي كان بيعمله إنه بينفذ أوامر القائد بتاعه. وبعد معارك طويلة رجع شاور وزير، وخيانته فضلت مستمرة، لكن في النهاية اتقبض عليه واتعدم. وبعدها بفترة قصيرة جدا مات شريكوه. وهنا حصلت المفاجأة. كل الناس كانت مستنية ومنتظرة ان واحد من قادة الجيش الكبار هو اللي يبقى وزير، لكن وقع الاختيار على صلاح الدين الأيوبي اللي وقتها كان لسه شاب عنده 31 سنة. وناس كتير استغربت اشمعنى هو، ما في قادة كتير واكبر منه واكتر خبرة، لكن اللي اختاروه افتكروا ان سهل يسيطروا عليه. ما كانوش يعرفوا ان الشاب الهادي ده هيقلب كل الموازين. وبصراحة انا بحب دماغ صلاح الدين الايوبي، الراجل ده قرب من الناس كلها، وبذكاء وبهدوء شديد جدا بدأ يبني دولة جديدة. لكن كان لسه في مشكلة كبيرة، لأن مصر وقتها كانت تحت حكم الدولة الفاطمية، وصلاح الدين كان لازم يختار يفضل زي ما هو ولا يغير تاريخ مصر كله. وكان القرار خطير جدا، لأن القرار ده ممكن يخليه بطل وممكن يخليه يخسر كل حاجة. ايه هو القرار اللي اخده وازاي انهى حكم الدولة الفاطمية اللي استمر اكتر من 200 سنة؟ ده اللي هتعرفه في حكاية الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو علشان تعرف تاريخك مع احمد عبده.